بص بقى، احنا كجمهور اهلي اتخنقنا وجبنا اخرنا منك. انت اسطوره ورمز من رموز النادي، على عيننا وعلى راسنا، بس انت فاشل اداريا. بيبو بيبو بيبو، الله يا خطيب. الله، في ايه بس اللي حصل؟ هو انا عملت ايه؟ انا اقول لك يا بيبو انت عملت ايه بالظبط. اتوبيس النادي الاهلي بيتضرب في تونس، ولاد هشام محمد بيتعور في وشه، وما شفناكش خدت اي موقف. النادي الاهلي بيخسر 5-0 من سان داونز، وبرضه ما شفناكش خدت اي موقف. لعيبه النادي الاهلي بتتضرب في السودان وبيتحدف عليها طوب، وبرضه ما شفنالكش خدت اي موقف. عملت اكبر كارثه مع لعيبه النادي الاهلي اللي خسروا الكاس والدوري سنتين ورا بعض، ومع ذلك قعدت تتكلمهم عادي جدا. ومش بس كده، ده انت كرمتهم. الكارثه الاكبر من ده كله ان انت ما عرفتش تحافظ على موسيماني، ومشي عادي جدا خالص، ما فيش اي مشكله. ورحت جبت لنا بعدها سباك وقلت لنا ده مدرب للنادي الاهلي اسمه ريكاردو سواريش. الصفقات كلها تعبانه، من اول جيرالدو لحد ميكيسوني لحد برونو سالفيو، اللي انا شاكك ان ده لعيب اجنبي اصلا. انا مش فاهم ده جه النادي